اهلا وسهلا بكم في جسر الحضارات مع الدكتور مصطفى فؤاد. انت فكرت كيا؟ هي مش تكيه. التكيه جت منين؟ واحنا بنستخدمها ازاي؟ وايه اصلها؟ وايه قصتها؟ كل ده هنعرفه مع بعض حالا. خليكم معايا. التكيه التكيه بدأت مع بدايات الدولة العثمانية. الكلام ده 1299 انشئت الدولة العثمانية بداية من عهد عثمان غازي، لكن كانت بادئة بطريقة قليلة. بدأ انتشارها في السلطان الثاني اللي هو أورخان غازي، وتم تأصيلها أو بشكل أساسي في عهد السلطان الثالث اللي هو مراد الأول. التكية هي عبارة عن مكان بيضم الدراويش اللي هم أهل الصوفية أو المتصوفة والفقراء والمساكين والمحتاجين. التكية بتوفر لهم المأوى والغذاء، وأحيانا بتوفر لهم العلاج. طيب إيه فائدة التكية أو كانت بتعمل إيه في الدولة؟ التكية كانت بسبب تكافل اجتماعي بين الناس، والتكية كانت بيتصرف عليها أو بتجيب الموارد بتاعتها من الدولة، وأحيانا بعض الأثرياء كانوا بيصرفوا على التكية. كان بيتعمل فيها مسابقات، وكان أحيانا بيتحط فيها بعض الدروس الدينية. التكية بالمنظر ده كانت مؤسسة كبيرة بتهتم بالروحانيات، وكان لها دور كبير جدا في الدولة العثمانية. طيب استمرت التكية مع استمرار الدولة العثمانية إلى أن جاء اندثارها بداية مع عهد مصطفى كمال أتاتورك. أوقف التكاية وأوقف الطرق، وكان وقتها الطرق موجودة بشكل كثيف، طرق المشايخ المتصوفة. بداية من عهد مصطفى كمال أتاتورك طبعا بدأت الدولة العلمانية، فتم إيقاف كل الكلام ده. طيب التكية جت مصر إزاي؟ التكية جت بالفتح العثماني لمصر، الكلام ده 1517. وبعد الفتح العثماني لمصر أصبحت التكاية بداية ليها، وانتشرت التكاية في كل ربوع مصر، وكانت بتتضمن الكتاتيب وبتتضمن نفس الكلام برضه مأوى للمحتاجين والفقراء والمتصوفة اللي هم بيطلق عليهم الدراويش. ومع الوقت بداية مع عصر مصر أو جمهورية مصر الحديثة، طبعا كل ده انتهى وانتهت فكرة التكية. كده عرفنا التكية وجماعة تكاية جت منين، وكانت الدولة العثمانية وصلت لغاية ايه وانتهت ازاي، وبعد كده انتقلت لمصر ازاي وبرضه انتهت ازاي. انتظروني في فيديوهات جديدة عن فروق واختلافات ما بين الثقافة المصرية والثقافة التركية أو تقارب ما بينهم.